بالعودة إلى أياكس، استخدام ألفريد شخرودر كمساعد مدرب شكل خبرا سعيدا لحكيم زياش، نظرا لأن شخرودر كان مدربه في تفانتي وتربطهما علاقة أكثر من طيبة. بالنسبة لي كمدرب فإنه في غاية الأهمية التعرف على شخصية اللاعب، على طبعه والطريقة التي يمكن التأثير بها عليه لكي أخرج منه أقصى ما في جعبته. وبالتالي فإنني أعتبر علاقة حكيم بألفريد شخرودر وكونهما يعرفان بعضهما البعض أمرا جيدا، أعتبر ذلك ميزة بكل تأكيد. مواجهة الأحد بين أياكس وفاينورد ستكون أيضا عبارة عن صراع في وسط الميدان بين الدوليين المغربيين حكيم زياش وكريم الأحمدي، مواجهة سيتابعها من دون شك الطاقم الفني لأسود الأطلس وباهتمام كبير. عبد الإله عافيري، بي إن سبورتس، أمستردام.